جبت ساندويتش ميكر جديد. تعالي اقولك بخطوات بسيطه جدا ازاي نحافظ عليه علشان يفضل عندنا طول العمر كانه جديد. قبل اي استخدام للقطع بتاعته ندهنه بزيت يكون دافي. الخطوه دي هتحافظ عليه جدا وهتحافظ على الطبقه الغير لاصقه انها ما تقشرش ابدا مع الوقت. هنسيب الزيت عليه نص ساعه وبعدين نغسله. لما حبيت اجيب الميكر جبته راف براند اسباني 8 في 1. في اغلب قطع الحلويات اللي بنشتريها غاليه جدا من بره، ويلا بينا زي اي حاجه جديده بندخلها تحدي. اول تحدي كان الوافل، وعايزه اقول لكم ان ما خدش وقت ابدا ولونه طلع ذهبي وخطير كده زي ما انتم شايفين ومقرمش وطعمه تحفه. كمان عملته بشكل عشوائي وطلع شكله احلى بكتير والولاد حبوه قوي. بس اللي جنن الولاد لما عملت فيه الميني دونات، والحقيقه كان مفاجاه بالنسبه لي. ما شاء الله كان ناجح جدا، لونه ذهبي وخطير، ولما زينته دي كانت النتيجه، شكله رهيب. اما القطعه دي من احلى القطع لان هي بتعمل شكل حلو قوي للسندوتشات. جبته بسعر الجمله من كيان ستور، اكبر ستور لاستيراد الاجهزه باسعار الجمله. يعني لو حابه تفتحي بيزنس هيوفر لك اي جهاز ممكن تحتاجيه. كل التفاصيل تحت الفيديو.